هو إيه فايدة الشاحنات اللي بيكون عندها عجلات كتير كده بتوصل لحد 4 محاور؟ خلّيني أقول لك إن دي فئة في الشاحنات بنسميها الSLT ودي اختصار لكلمة Schwerlast Transport ودي كلمة ألمانية معناها نقل حمولات ثقيلة جدًا، والحمولات دي بتوصل لحد 250 طن وفي أرقام وصلت لحد 750 طن وده طبعًا زي الفولفو. الشاحنات دي بتكون بمواصفات خاصة غير رؤوس التريلات العادية. أول حاجة المحرك، دايمًا الشاحنات دي بتلاقي فيها أكبر وأقوى محرك في كل مركب من ماركات الشاحنات، يعني في الأكتروس بتلاقي محرك ال630 هورس باور وفي الفولفو بتلاقي محرك ال750 هورس باور. اما في المان محرك ال 580 وال 640 هورس باور. تاني حاجه بالنسبه لقاعده العجلات واللي بتكون 8 باي 4 او 8 في 4 واللي معناها ان الديفرنسين بس هم اللي بيخرج منهم عزم، اما الاثنين لاسيه فهم للتوجيه بدون عزم. وفي برضه 8 باي 6 او 8 باي 8 وفي ال 8 في 8 كل العجلات بيكون خارج منهم عزم سواء الاثنين ديفرنس او الاثنين لاسيه. اما بالنسبه للكباين ففي الغالب النوع ده من الشاحنات بيكون عليه اكبر حجم من الكباين في كل موديل زي البيج سبيس والجيجا سبيس في الاكتروس والجلوب روتر اكس اكس ال في الفولفو. وبالنسبه لشغل الرؤوس زي دي فدايما بتكون مخصصه للحمولات الثقيله جدا زي التوربيدات واجزاء الكباري واوزان ممكن توصل لحد 500 طن كمان. بس فولفو كسرت كل الارقام دي وده بعد ما فولفو اف اتش 16 750 هورس باور جرت وزن وصل لحد 750 طن. يعني شاحنه زي دي هي مخصصه للاوزان الضخمه جدا، يعني لو فكرت تحمل عليها كونتر ال 30 طن بتاع العربيات الفرش ممكن العربيه تتقمص منك.